لما ارسم شخص بيجري، بص انا هعمل دي ايه، في هنا شخص وفي هنا شخص تاني. في فرق بين الاتنين بيجروا او الاتنين اخدين نفس الاندفاع لقدام، ولكن في الجري هكون حريص جدا ان انا احقق التوازن للشخصية عشان احسسك ان هو بيجري. احنا قلنا قبل كده بنقسم الجسم لراس والجسم تحت اهو، في جزء علوي وفي جزء سفلي. طبعا الدراعين من عند الكتفين، مش عارف الرجلين القدمين تحت على نفس مستوى الارض. اتكلمنا فيها كتير في فيديوهات قبل كده، لو حابب ان انت ترجع لها. هعمل نفس التقسيمه، ولكن اللي بيجري زي ما اتكلمنا فيها قبل كده هو بيجري مثلا في الاتجاه ده. ادي الراس وادي الجسم، هتخيل ان هو مندفع لقدام، فبيبقى مندفع فيبقى مايل، مش هيبقى واقف ايه بشكل مستقيم زي ما يكون واقف على الارض عادي. لا، بيبقى مايل عشان هو مندفع. اقسم بقى، ادي الجزء العلوي من الجسم، وطبعا زي ما قلنا قبل كده ان في دايره في النص كده اللي هي عند منطقه الحوض، علشان ايه؟ تعمل منطقه الحوض من تحت، ومنطقه ايه عند البطن كده بتبقى دايره كامله. ليه؟ علشان اطلع منها ايه؟ رجل، والرجل التانية. لو انا عملت رجل قدام، يعني طبعا هي متنيه من عندي هنا مفصل للركبه، لما اتكلمنا قبل كده عن المفاصل، توزيع المفاصل مهم جدا علشان تقدر تتحكم في اي حركه. وطبعا ايه من عند برضو ايه الكتف، هعمل ايه؟ دراع كده ودراع كده، طبعا متني من هنا من عند الكوع او من عند المرفق. تمام. وادي قبضة الايد، دي وضع الجري. طبعا القدم من تحت مهم جدا. تمام. نكمله برضو علشان نحس كده ان احنا بنعمل حاجة مهمة. الشعر اللي طاير بيدينا برضو احساس باللي بيجري، نديله كده مثلا نظرات حماس كأنه راح يلحق حاجة. برسم بقى على الهيكل اللي انا عامله ده. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده، لو الدراع الشمال لورا يبقى الرجل الشمال لقدام عكسها، وكذلك اليمين. تمام، يعني لو ده الدراع اللي هناك، ده الدراع اليمين، يبقى دي الرجل اللي هناك اللي هي الرجل اليمين. الدراع والرجل اللي في نفس الاتجاه سواء يمين او شمال بيبقوا عكس بعض في حركة الجري او المشي. جايب المعلومة دي منين؟ عادي بقى، من الحياة وانا ماشي كده براقب نفسي، بلاقي ان انا بقدم دراع اليمين يبقى رجل اليمين ورا، وهكذا. طيب تعالى بقى نعمل تاني. واحد بيجري ولكن مش هنعمل رجل لقدام، هنعمل ادي الراس وادي الجسم برضو مندفع لقدام وكل حاجة. وادي جزء الجسم العلوي اللي هو منطقة البطن والصدر، وعندك طبعا الكتفين فوق. عندي المنطقة اللي هي الحوض او منطقة الوسط اللي بنزل بيها ايه، جزء الجسم اللي تحت. ولكن انا هعمل ايه؟ ادي الرجل اللي ورا، والرجل التانية مش لقدام، فمفيش توازن. شايف التوازن ده؟ هو اللي اداني ايه احساس ان الشخص ده بيجري او متوازن او ثابت على الارض. الرجل التانية هتبقى ايه؟ لورا. في هنا توازن، هنا مفيش توازن، تحس ان الشخص ده بيقع. فمش هعمل بقى ايه اللي بيجري كده، او اللي هو ايه في دراع ورا ودراع قدام ونفس الحركة. لا، هو دخل في حركة تانية خالص اللي هو نازلة برضو من عند الكتفين، ولكن الدراعين ممدودين لقدام كده، اللي هو ايه بيقع فعلا. ممكن بقى احط له مثلا طوبة هنا يبقى اتكعبل فيها. طب الوش هيبقى زي كده؟ لا، الملامح طبعا هتتغير، نخليه مثلا ايه خايف او ان هو منزعج انه بيقع. إيه، الشعر نخليه لفوق كده اللي هو يعني هو بيسقط، فالشعر بقى ايه، يعني اعمل قلق كده في الرسمة اللي انت بترسمها. طبعا بخطوط بسيطة زي ما احنا بنرسم، وارسم بأي طريقة انت بتعرف ترسم بيها. مثلا حالة الذعر اللي هو فيها، او متفاجئ ان هو بيقع او اي حاجة. تمام. جربها كده وقول لي وصلت لفين.